اهلا بيكم في النسخه الثالثه من فيديو اقوى تراكات السنه بعد اقوى 21 تراك في 2021 واقوى 22 تراك في 2022. النهارده هنتكلم عن اقوى 23 تراك في 2023. فعموما من غير كلام كتير انزل اعمل لايك وسبسكرايب وتشترك في القناه وفعل زر الجرس لما سافر ديسكورد على الانستجرام وكل الكلام ده، ويلا بينا نبدا. كل مستوى في الفيديو ده ليه نظام ترتيب معين او معايير معينه لاختيار التراكات. فمثلا اول مستوى هيبقى جوائز السنه اللي هم اقوى تراك اولد سكول، اقوى هيت، اقوى فيت، واقوى كليب. دول اهم 4 تراكات اللي هم في المستوى الاول. تاني مستوى هيكون فيه اقوى تراكات فنيا، اقوى تراكات تكنيكال من ناحيه الليركس والفلوهات. المستوى الثالث بقى هو ميكس ما بين المستوى الثاني والمستوى الرابع، بمعنى ان هو هيكون فيه تراكات قويه فنيا بس في نفس الوقت هي مش اقوى حاجه فنيا بس هي لذيذه. المهم المستوى الرابع هيكون عكس المستويين اللي قبله، ملوش اي علاقه بفنيات الراب، بمعنى ان ممكن تراك يكون قوي فنيا بس مش هي دي الحاجه اللي خلته في الليفل ده. فعشان نفهم ناخد اول تراك معانا في القائمه وهو التراك في المركز 23 واول تراك في المستوى الرابع وهو تراك هجاي. النار كل ليل ونار ولو هموت في ايدي سلاحي حد ما يجي النسيم ورا الزيني. تراك راجعين كان فيه فيرسات راب قويه جدا بس مش هي اللي خلته موجود معانا في القائمه. السبب اللي مخليه موجود معانا في القائمه ان هو تراك ايقوني، هو واحد من التراكات اللي هتخلد في السنه دي رغم ان اكتر من نصه مش راب اصلا، بس ما كانش ينفع نعمل فيديو اقوى تراكات السنه من غير ما نخلي التراك ده موجود. وفي المركز ال 22 تراك مطلوب. تراك مطلوب هو اكتر تراك علق معايا انا، بعترف الليفل ده هو تراكات من وجهه نظري، بس ما تقلقوش هما كده 3 تراكات بس. التراك ده هو واحد من اكتر التراكات اللي انا حبيتها السنه دي بعيدا عن القوه الفنيه كراب. طلعوا خيش طلعوا عمله دبل فيس. تالت واخر تراك معانا في الليفل ده هو تراك المبدأ. تراك المبدأ هو يعتبر انجح تراك في البوم مروان بابلو، مش اقوى تراك في البوم مروان بابلو من وجهه نظري على الاقل، ولكن هو الهيت بتاع البوم مروان بابلو. تسرع مني مش هتبقى نفس اللقطه، اول انوار اللي خلتنا اشوفكوا اصلا ممثلين عايشين اللحظه. ونبدا بقى في المستوى الثالث واول تراك معانا هو تراك واحد لمهاب. لو انت شفت الفيديو اللي فات فمهاب كان واحد من اقوى 10 رابرز، قلت ان هو عمل 27 تراك، فانك تختار تراك من ال 27 تراك مش سهله الصراحه. من وجهه نظري ده اقوى تراك كراب لمهاب السنه دي، وفي نفس الوقت هو يعني لذيذ، هو بيجمع ما بين ان هو كتراك حلو يتسمع وفي نفس الوقت قوي. ونيجي بقى لفيت راس مال ما بين كريم انزو وعفروتو ومروان موسى وتراك حكايات زمان. لا انزل بيجي راكبك فيسبا بعد عليك في قلبي ايدي انزل ماسكك سبحه. التراك ده كان ناقصه تفصيله بسيطه ويبقى في الليفل اللي بعد كده، وهو ان فيرس مروان موسى كان يبقى اقوى من كده. فعلا الفيرس بتاع عفروتو تقيل قوي وفيرس كريم انزو برضو كان قوي جدا. فيرس مروان موسى ما كانش اقوى حاجه على الاقل كفنيات راب، عشان كده هو المستوى التاني. قدامي يبقى فاتهبط فينه استني حد يخبط فيا شغل مافيا اخوات مؤذيه. نيجي بقى للتراك اللي اتسمى الالبوم على اسمه، تراك سويتش لحسين. التراك ده فعلا من اكتر التراكات المميزه في الالبوم كله، وفكرته جامده قوي. فكره ان هو تراك اسمه سويتش وفي سويتش والقصه اللي هو بيحكيها اللي قبل السويتش واللي بعد السويتش، يعني فعلا من التراكات اللي انا ندمت ان انا ما حللتهاش لان سمعته متاخر، يعني فاهم، او لما سمعته اول مره ما عجبنيش قوي زي ما سمعته بعد كده وركزت فيه. فهو فعلا واحد من اقوى تراكات حسين السنه دي ومن اقوى تراكات الالبوم. صفقاتي خلص فلو الشيك بالبدله والجرافات كما تبدا طوح. نيجي بقى لحته اندر ريتد قوي، تراك نينتندو لعمر روام، واحد من اقوى تراكات السنه، ومش بس هو قوي فنيا، هو تراك جامد قوي وبيعلق في الودان. فرساتي مصحة بطلكو ابى اخش بوشي مفيش باركود وبسوش ترول انا مع ماركو. وفي المركز 16 تراك مصحة لابو الانوار. تراك مصحة هو واحد من اقوى تراكات البوم اخر ونور، فعلا تراك فيه تفاصيل كتير مهمه وفعلا واحد من اقوى تراكات ابو الانوار. وانا كنت حللت التراك ده، هتلاقيه في الاي اللي فوق. وميزه التحليل ده بالذات ان مش بس انا اللي محلل التراك، لا انا محلل التراك في الفيديو، وفي اول كومنت هتلاقي ابو الانوار نفسه محلل الحاجات اللي انا محللتهاش في التراك. ففعلا التراك زي ما قلت فيه تفاصيل كتير مهمه، فهو واحد من اقوى تراكات السنه بدون شك. كل ما ياخد فرصه تانية يحتاج لي فرصه تانية، شاب تايه في زحمه الشباب التانية. ومعنا بعد كده تراك ليليا لمروان بابلو اللي هو واحد من اقوى تراكات السنه اللي نزل فيها البوم مروان بابلو اخر قطعه فنيه. التراك ده يعتبر من ضمن الالبوم بس هو ما نزلش مع باقي الالبوم، ففعلا ده واحد من اقوى التراكات اللي نزلت بالنسبه لي على الاقل، رغم ان هو على مستوى القوه فعلا اقوى من باقي التراكات. بس عشان يعني نبعد عن الجدل، هو يعني اعتبر ان ده اقوى تراك بالنسبه لي لمروان بابلو في 2023. ضيف لكده القلق اللي التراك عمله اول ما نزل لان هو كان فيه نكش. فاجر برشا بتفرج على البارسا تيكي تاكا وانا بلعبها خرصه مش وداني فما تجيش معايا.
ونيجي بعد كده لمروان موسى واي بي 3 وتحديدا تراك علاء 50 اللي هو يعتبر واحد من اقوى تراكات الاي بي ده، من اقوى تراكات الاي بي ده مش اقوى تراك. وفعلا الاي بي كله اصلا يحيرك تتخلي انهي تراك في الاي بي هو اللي يكون موجود. ساكت بس مكيس قافل عنا الفايز قاتل للي بايت سالك للي مبين كارف من قليل فايد وبتسيد. ولسه مع رأس مال بس المره دي مع كريم انزو وتراك ما كانش قصدي فيت مع رع. ما نقولش معلش ونجيب حقنا من الدخيل يلي كبركم بيكشوا قلنا لكم ما تجيبش سيرتنا حتى من بعيد. بنيجي بقى للمستوى الثاني واول تراك معانا في المستوى ده هو تراك بيتهوفن لإزلا. الصراحه كنت محتار ما بين التراك ده وما بين الديس اللي هو نزله على معادي تاون مافيا اللي هو افرو دريل، بس كتابيا التراك ده احسن بكتير. فيفا مخطط وشك احمر اي سي ميلان شاب الشيك مفايم الابيزا هرم رابع جنب اخواتي في ونروح المركز ال11 وتراك هالاند لديزل اوزي. ديزل اوزي هو واحد من اكتر الرابرز المظلومين في الفيديو ده لان هو يستحق ان يكون ليه اكتر من تراك الصراحه، فانا بعتذر فعلا عن ان هو ملوش غير التراك ده اللي هو من وجهه نظري كان اقوى تراك السنه دي لديزل اوزي، رغم وجود فيت مع ارسنال اللي هو دي بروين ورغم وجود هيت اللي هو جوارديولا، لكن انا بالنسبه لي ده كان اقوى تراك لديزل اوزي في السنه. وزي ما قلت مش بس بالنسبه لي، خصوصا في الليفل ده الفكره مش بالنسبه لي، الفكره في الاقوى فنيا تكنيكال كفلوهات وكاليريكس. نادي يبقى سيدها بمزاجي مش بسيبها وما تعبتش في الكتابه الدم تعبتوا انتوا في تقليدها. ونيجي بقى للمركز العاشر وتراك حبايبي. طبعا الترتيب ده ضحك، يعني كون حبايبي في المركز العاشر ده ضحك. انا بقول لك انا لما كانك اعمل ديسلايك، بس غير كده انا اصلا كان في احتمال ان حبايبي ما يبقاش موجود في الفيديو. انت متخيل ده؟ لان انا من كتر تراكات ابيوسف القويه جدا السنه دي اضطريت ان انا اعمل فوت عشان الناس هي اللي تختار، لان انا فعلا ما كنتش قادر احدد ايه التراكات اللي تبقى موجوده وايه التراكات اللي ما تبقاش موجوده. فللاسف الناس اختاروا تراك حبايبي. ليه بقول للاسف؟ لان هم اختاروه على حساب ما تبصش على الصوره كتير وتراك اوبس. انت متخيل يعني مش عارف ازاي التراكين دول مش موجودين معايا في الفيديو، فانا اسف ولكن دي اختياراتكم انتوا، او التراك ده تحديدا اختياركم انتوا. تراك حبايبي يستحق ان هو يكون موجود، وده بعيدا عن قوته الفنيه الرهيبه، ولكن عشان هو كحاله هو تراك نادر لما بينزل تراك زيه، تراك ديس على السين كله تقريبا. اول تراك يبقى فيه الكم ده من الناس اللي بيتذكروا او بيتنكشوا بعد تراك روتوايلر لابيوسف برضه. انت فيستك من امتى كانت رياليستك طول ما انا موجود في القعده ايدك ما تجيش ناحيه فيست. وفي المركز التاسع تراك سبارتا لسانتا. تراك سبارتا لسانتا هو واحد من اقوى تراكات السنه، والله لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، هو العادي بتاع سانتا. وما اقصدش بعادي ان هو يعني مش جامد، لا اقصد ان هو العظمه اللي متعودين عليها من سانتا. تلاقي حافي على الريتسا واقف رحتوا بس انا ما جيتش اواكب اركن على جنب زي السوالف. وفي المركز الثامن تراك مسمار لابيوسف. تراك مسمار هو تاني تراك معانا لابيوسف في القايمه دي، والحقيقه هو يستحق مركز اعلى من كده بكتير، ولكن زحمه التراكات بتجبرك تعمل حاجات انت مش عايزها. جاي يقلب كل الموازين اديني فرصه ياخدها غصب انا كورس. وفي المركز السابع واحد من اقوى تراكات السنه، وفعلا في تعظيم جدا ما بين مروان موسى وارسنال. بجد واحد من تراكات مروان موسى التاريخيه، هو هيبقى تراك ايقوني وهتشوفه التراك ده مش هيعدي كده عادي، وما اعتقدش ان حد ممكن يختلف معايا على ان ده اقوى تراك لمروان موسى السنه دي. اجيبه وعقله بزرار بشغله صاحي بعد المغرب فما لحقتش الاندلس. ونيجي بقى للتراك تاني في البوم سويتش لحسين وهو سايفر العاصمه، واللي كان فيه حسين وفليكس وبالانوار وسانتا وابيوسف، فيت ما بين معايا تاون مافيا والمكسيك، وبجد النتيجه كانت مش طبيعيه. سايفر تاريخي وواحد من اقوى تراكات السنه بدون شك. راعي معدل 10 شرط تتشرح زيهم غرز بس عف القدره ممكن يخلينا اجلل. ودلوقتي نروح لسايفر تاني، ولكن هو سايفر اندر دوجز. السايفر اللي بيضم عدد من الرابرز الاندر دوج او الاندر ريتد. عطل وانا مش اوجي هومي زقك وانا مش لوري لوني ساندك قول لي ارائك وانا اجيب سلاح وانا مش كوبي. التراك بيجمع ما بين مسالم ومارد ونوبي ورع. لو بتحب الاولد سكول فانت اكيد سمعت التراك ده، ولو ما سمعتوش فانت لازم تسمعه. قبل ما نكمل حابب انوه ان انا كنت قلت في الكومنت على اخر الفيديو ان اللي هيقدر يتوقع تراكات جوائز السنه الكومنت بتاعه هيظهر في الفيديو. طبعا مش هقدر اظهر الكومنت دلوقتي عشان ما احرقش ايه هم احسن 4 تراكات، بس بعيدا عن الكومنت انا كنت نزلت بوست بقول فيه نفس الكلام. الغريب ان الكومنت جه عليه ردود طبيعيه يعني، لكن البوست جت عليه كومنتات غريبه قوي. يعني في كومنت كان بيقول اولد سكول حبايبي، والله عاش ماشي بس يعني فين باقي الجوائز؟ ايه الكسل ده اصلا؟ والتاني بيقول اكيد واحد منهم خنزور. هو فاهم غلط، تمام ماشي مش مشكله. وهنا بقى كومنت من ده اليوزر لكن اسم القناه المهم ان هو بيقول مرفوضه معلم مرفوضه. هو في ايه؟ وفي كومنت تاني بيقول لك مروان بابلو. ده اسم ال4 تراكات بتوع جوائز السنه، يعني اقوى تراك مروان بابلو، اقوى كليب مروان بابلو، اقوى هيت مروان بابلو، اقوى فيت مروان بابلو. فمبروك، هو ده الكومنت اللي كسب معانا وظهر اهو في الفيديو. فعاش استمروا، انا ان شاء الله هقفل القناه قريب. وبكده نكون خلصنا المستوى الثاني، مستوى اقوى التراكات فنيا. ونيجي بقى لجوائز السنه،
واقوى 4 تراكات في 2023. نبدا بحاجه جديده وهي اقوى هيت. العادي كان بيبقى معانا اقوى ديس، بس السنه دي الديسات كانت قليله جدا جدا جدا، ومعظمها مش عايز اقول كان دون المستوى، لكن الديسات اللي نزلت السنه دي ما تستحقش انها تكون موجوده في اقوى تراكات السنه. عشان كده اكيد مفيش اقوى ديس، لان القائمه كلها ما فيهاش ديسات اصلا، فاضطرينا ان احنا نلغي جائزه اقوى ديس ونبدلها بجائزه اقوى هيت، بما ان الهيتات كتير جدا السنه دي، فعشان كده احنا عندنا الجائزه دي. وبالنسبه لي اقوى هيت السنه دي كان دنانير وبلانكو. تنانير وبلانكو وفلوس بالكم في البنكو وماليش. هتجيبها يمين هتجيبها شمال، دنانير وبلانكو هو اقوى هيت السنه دي بالارقام وبالفيوز. يمكن هو مش اقوى هيت، ولكن هو قريب من اقوى هيت. من حيث الانتشار فهو اكتر تراك انتشر فيهم، او اكتر تراك فايرال فيهم على التيك توك وعلى كل المنصات. اما بقى من حيث القوه جنب الانتشار فتقريبا هو اقوى تراك، يعني اقوى هيت فعلا زي ما اسم الجائزه بيقول. بعد ما الميزان شقف ميزاننا زمان ما كانش حالنا زان يزاملك وده انت عبد. تاني جايزه هي اقوى كليب، وفي العادي كان بيبقى اقوى كليب ملوش علاقه بقوه التراك خالص. فعلى الرغم من ان كليب نزلت سمان هو كان اقوى كليب السنه دي، بس الحقيقه هو موجود لان هو كتراك قوي، بمعنى ان انا احترت فعلا ما بين الكليب ده وكليب اجرة، والاثنين اقوياء جدا، بس ده في حته وده في حته، يعني ده ليه مميزاته وده ليه مميزاته. فالحاجه اللي كانت حاسمه بالنسبه لي هي قوه التراك نفسه. فطبعا نزلت سمان هو كتراك، هو كان تراك قوي وكان هيبقى موجود في القائمه حتى لو الكليب بتاعه ما كانش جايب. انتوا الصيني فيش تهديد من كل مكان، انتوا اشاره يمين عشان ركن. امسكوا في بعض كويس لحسن هنفخ واطيروا. ونيجي بقى الاقوى فيت. الصراحه انا احترت ما بين تراكين، تراك دوشه وتراك كوف، الاثنين لابي يوسف. احسبها زي ما تحسبها بقى ان انا منحاز، ولكن انت لو حسبتها بالعقل وحسبتها بالقوه الفنيه فعلا هو اقوى فيت السنه دي كان فيت دوشه مع فورتكس. بس هو مش اللي هياخد الجائزه دي لسبب، وهو ان فورتكس مش مصري، واحنا بنتكلم عن اقوى 23 تراك راب مصري. فانا تقمصت دور اللجنه العليا للانتخابات، فاهم؟ تراك حبايبي اخترته بالتصويت، والتراك ده عشان تراك دوشه كان فورتكس اللي هو مش مصري. فعموما اقوى فيت معانا السنه دي هو تراك خوف لسانتا وابي يوسف. لو سالتك مين اقوى 2 بيعملوا اولد سكول في مصر حاليا هتقول لي طبعا يعني ام سي هوك. لا طب خلاص، اقوى 2 بيعملوا اولد سكول على قيد الحياه هما ابي يوسف وسانتا. تخيل اقوى 2 بيطلعوا كل قوتهم في التراك، النتيجه تراك خوف. كنت حللت التراك يعني هتلاقيه في الايفون. عارف الحاج في شنجل عامله حفله بحجم السنجل، عندك كشف حقك تكشف تلحق قبل ما كانتش بتكذب. واخيرا نيجي لاقوى تراك اولد سكول او اقوى تراك فنيا في الراب سين المصري 2023، والجائزه الكبرى طبعا لتراك عزرائيل. عشان اسبق هاتلك انا كازلك، هاتلك انا حاسبه مش حاسبك انا حده. تراك عزرائيل 2 هو كان متوقع ان هو يكون تراك قوي، لان تراك عزرائيل 1 هو اقوى تراك في تاريخ ابي يوسف ويمكن في تاريخ الراب سين كله، فطبيعي ان تراك عزرائيل 2 كان يبقى قوي. وفعلا ابي يوسف حب يثبت لنا ان اللي عمله في عزرائيل 1 كان العادي بتاعه مش حاجه صعبه، فعملها ثاني في عزرائيل 2، واللي فعلا كان تراك هقول ايه عنه اكتر من ان انا اقول ان هو اقوى تراك في 2023. وبس يعني ده كان فيديو النهارده، كان نفسي اتكلم باستفاضه عن كل تراك، ولكن يعني 23 تراك فما فيش وقت. فده كان فيديو النهارده. طبعا كان في تراكات كتير كنت انا نفسي مرشحها انها تكون موجوده، ولكن قبل ما تقول لي ان كان في تراك كان يستحق انه يكون موجود، قول لي يستحق انه يكون موجود مكان ايه من التراكات دي، لان التراكات دي كلها فعلا تستحق انها تكون موجوده. بس ده كان فيديو النهارده. بكون في عاوز عشان لايك وسبسكرايب وتشاركوا على الانستجرام وكل الكلام ده. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.